موعظة من زمن بغيض، زمن الحرب العراقية الإيرانية. المدير المجتهد يحافظ على نشء موظفيه، يحاول بقدر ما يمكن أن يرشدهم إلى الطريق الصحيح وينصحهم ويعاملهم كالأب لأبنائه. إليكم هذه الرواية. كانت السفن الكويتية تحميها السفن الأمريكية، وذات يوم إذ يناديني عبد الفتاح البدر، وكان معه تيم ستافورد، وإذا به يقول: لقد كان هناك شاب كويتي درجته ملاح أول، أو بالإنجليزية يسمى فيرست أوفيسر، قد صور الأسطول الأمريكي، وهذا ممنوع. والغبي هذا الكويتي أرسل الصور مع بريد السفينة، لا يدري أن جميع ما يرسل من السفينة يفحصه CIA. شافوا الصور، أعطوهم على الفتاح، قالوا له: إليك هذا العمل الذي أخل بحمايتنا. فقال لي عبد الفتاح: شو تسوي؟ أنا محتار. قلت والله خلينا نسأل تم. ونظرت إلى تم، طبعا كل الكلام بالإنجليزي لأن تم ما يعرف عربي، تم استرالي من أصل أيرلندي. فسألت تم، قلت له: تم، أنت خبير بعلوم البحار ونظم البحار، ماذا تفعل تجاه هذا الشخص؟ فقال تم: قبل كل هذا أود أن أبين بأن أصولي أيرلندية، ولقد عانيت من التفرقة والظلم، ولا أريد أن أطبق الظلم أو أبسطه على شخص آخر. بما أن لم يتم اختراق خارجي، ولم تصل هذه الصور لجهات غير الكويت وأمريكا، لنحفظ الصور ولنحذر ذلك الشخص ونبقيه. فالتفت على الأخ عبد الفتاح، قلت له: يا أبو محمد، خلص، اللي قاله تم هو الصحيح. نادي الريال وقول له: شوف، أنت أخطأت، والحمد لله خطأك لم يسبب أي ضرر حتى الآن، وسوف نبقيك إذا تعهدت أن لا تفعلها مرة ثانية. وقبل أن نعيدك للأسطول، أسطول الناقلات، سوف نستسمح من الأمريكان إذا يسمحون لنا بإدراجك مرة ثانية. سأل عبد الفتاح الأمريكان، قالوا للأمريكان: إذا تضمنون لنا ما عندنا مشكلة، يرجع لعمله. سألني عبد الفتاح، قلت له: سألت الرجال يا أبو محمد؟ قال: إيه. قلت له: إيش قال؟ قال: لا خلص ما راح أعيدها. قلت له: إذن ولدنا هفى هفوة لن تكون قاتلة، سوف نعذرها. وعاد الملاح الأول فيرست أوفيسر الكويتي إلى العمل، ويمكن بعدين صار كابتن أو شيء، لا أدري. مغزى هذه المعوضة إنه كان ممكن
نجب كإدارة ونقول حولوا له أمن الدولة، ايش علينا منه، ما في خير. كان ممكن نقول حولوا للنيابة، أنا لن أتحمل مسؤولية. ولكن نكون قد قتلنا طموحا وموظفا قد ينتج منه الكثير من الخير للكويت. سامحناه، تعذرنا من الأمريكان، واستمر الشخص على عمله. يجب أن ننظر إلى من يشط من موظفينا أو أبنائنا بعين الرحمة، بعين المسامحة، ما دام على استعداد للاعتذار والعودة إلى الطريق الصحيح. وشكرا.